احنا بنشتري راجل، انما انت هتشتري شقة وعربية ومهر وشبكة وخطوبة وتشطيب ومؤخر صداق وعفش ومصاريف المأذون وهدايا وفرح ومعازيم والأكل بتاع المعازيم وقايمة ومؤخر صداق وفستان فرح وميك اب ارتست وفوتوغرافر وشهر عسل وفسح ودهب ليها وخروجات. ده انت واخد بنتي قوت القلوب، زهرة الزهرة، فاكهة الفاكهة، وبعد ده كله هنخليها تصلي صلاة استخارة وتشوف هي هتقبل ولا لا. بص يا حبيبي، هي مش أقل من بنت خالتها، متجوزة تاجر بغال قد الدنيا. انت لازم تعيشها في نفس المستوى اللي احنا عايشين فيه. اي نعم احنا عايشين في خرابة، بس انت لازم هتدفع وتدفع دم قلبك كمان. دي قوت القلوب يا ابني. قوت القلوب كان متقدم لها رائد فضاء وتاجر عبيد قد الدنيا و4 سفرة و2 ملوك وشوية مهندسين بقى، على دكاترة، على مدرسين، على كده يعني. عارف دول عدوا ما بنحسبهمش عشان دول لا يذكروا اساسا يعني. دي قوت القلوب يا ابني. وبعد كل ده يا حبيبي بتقولك ايه؟ انا هصلي صلاة استخارة؟ لا يا حبيبتي، انت تسجدي شكر ان انا اتقدمتلك. الجواز غلطة يا ابني، حاول تغلطها مع حد يستاهل وخليك راجل. شايفين المستوى بتاع ابوها؟ حاجة عظمة اهي يعني، حاجة كده بير سلم وتقولك اصل ايه لازم اعيش في مستوايا. يا شيخ بلاش